بنودع رمضان، بس لازم نودعه بوصفة سهلة وسريعة. وتعالوا بقى بينا المعمل نشوف احنا هنعملها ازاي. حاجة، هنشغل النار كده على الحلة بتاعتنا اللي هنشتغل عليها، وننزل عليها بكوباية ونص من اللبن. وطبعا الكمية دي هتعمل لي برضو 4 اطباق صغيرين، فشوفوا انتوا حابين تعملوا ايه. والتحلية هنا حسب انتوا بتحبوها ايه. انا حطيت معلقتين سكر وكانوا كافيين بالنسبة لي. وهبدأ بقى ان انا اقلبهم مع بعض كده على نار هادية خالص لحد ما السكر بتاعي يدوب. وبعدين هبدأ بقى في المرحلة دي ابدأ اتأكد كويس قوي ان السكر داب، وابدأ انزل بقى بالكاسترد بتاعي. انا هنا قررت ان انا استخدم الكاسترد لان هو بيكون لايق اكتر مع قمر الدين. وهنا بقى نزلت بمعلقتين كبار من الكاسترد على الكوباية ونص. وبعدين هبدأ بقى ان انا ادوبهم مع بعض عشان اتأكد ان الكاسترد داب خالص. وخلوا بالكم ان انتوا تقلبوا كويس قوي عشان ما يكلكعش منكم، لانه في الاول في الاخر برضو في نسبة نشا، فلو سبتوه ممكن يكلكع. هبدأ بقى ان انا اقلبه زي ما انتم شايفين كده على نار هادية خالص واسيبه ياخد وقته. وبعدين هنا بقى هبدأ انزل بالفانيليا، بتديله نكهة حلوة جدا وريحة طبعا بتبقى خطيرة، واضافة بتبقى حلوة جدا. وانا هنا بحب اضيف الفانيليا السايلة مش الفانيليا الباكت، بس لو ما عندكوش ممكن تستغنوا عنها وتضيفوا الباكت عادي او تستغنوا عنها. وبعدين هنا بقى بدأ ان انا اسيبه يتقل شوية، كل فترة كده بحركه وبعدين اتأكد بس ان هو مكلكعش ولا حاجة. وبعدين هنا بقى مع النار الهادية شوية شوية بدأ طالما عمل الفقاقيع دي كده، يبقى هو الرغوة دي كده معناها ان هو خلاص احنا هنطفي عليه. وده كده كان شكله اول ما جيت اطفي عليه، وهوريكم دلوقتي حالا اول ما طفيت عليه عمل ايه. ده كده خلاص، كده احنا كده جاهزين قوي ان احنا نستخدمه. ده بعد ما طفيت عليه بدأ بقى الرغوة دي تهدى خالص، وبدأ بقى يعمل لي الشكل اللي قدامكم ده. ودي الكوباية اللي انا هشتغل فيها. انا هحتاج اي كوباية عادي، انا قررت ان انا اشتغل في الكوباية دي عشان اعرف اثبتها. وبعدين هبدأ بقى ان انا ده كده القوام بتاعه. هتلاقوا ان هو حتى مش بينزل من على المعلقة نفسها، حتى لو حطيتوه هتلاقوا ان هو لسه سايب علامة في المعلقة. ده كده جاهز قوي ان احنا نشتغل بيه. وبعدين هبدأ بقى اجيب الكوباية بتاعتي وهاملة النص بالظبط منها، ويكون وانا ماسكاها كده مايلاها شوية عشان تديني الشكل اللي هو نص ونص. فلو عايزين ممكن تعملوها نص تحت ونص فوق، ده بيكون اسهل بكتير. هنا بقى جبت اي حاجة اثبته عليها كده، اي بريد هوم بياخدش وقت او ممكن تحطوه في الفريزر. هنا بقى ابدأ بقى بالطبقة التانية وهي القمر الدين. وده طبعا قمر الدين يعني رمضان. وجبت نص لفة من القمر الدين هنزل بيها بمعلقة واحدة سكر. انا بحب يبقى فيه المزازه بتاعه قمر الدين، لو مش عايزين ممكن تزودوا كمان شويه سكر. هنزل بقى بنص كوبايه من الميه او كوبايه من الميه حسب الكميه بتاعتكم. وهبدا بقى ان انا ادوبها فيه كده وادوب الميه والسكر علشان كله يبقى عندي قوام واحد. وطبعا ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب علشان الوصفات اللي جايه. وهنلحق رمضان بكام وصفه كده قبل ما يمشي. وعيدكم سعيد يا رب. وهنا بقى هبدأ انزل بالنشا. جبت معلقة نشا دوبتها في شوية مية ونزلت بقى بيهم على الخليط بتاعي. وهنا بقى مرحلة مهمة قوي ان احنا نقلب النشا وناخد بالنا كويس قوي علشان النشا ما تخلوهوش يكلكع. وهنا كده بدأت ان انا خلاص الخليط هيبدأ يمسك مع بعض، هبدأ اديله تقلبتين 3 كده. وبعدين هبدأ ان انا بقى اقفل النار عليه علشان اسيبه يجمد لوحده، وهو ما بياخدش وقت خالص. ودي وصفة سهلة وسريعة تقدروا تعملوها، ومكوناتها سهلة جدا وموجودة في كل بيت، واكيد مناسبة جدا لرمضان. ده كده القوام بتاعها قبل ما ابدا اقفل عليها. هي مع الوقت هي بتتقل، فانا القوام ده هوقف خلاص كده واسيبها بقى على جنب. الكاسترد جاهز بالنسبه لي ان انا انزل بالقمر الدين عليه. وبعدين A few moments later. كده بقى جاهز معانا احلى حلا رمضاني سهل وسريع ما بياخدش وقت خالص. ما تنسوش بقى تعملوا لي سبورت وتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب لوصفات تانية جايه كتير قوي. وبالهنا والشفا جربوه وقولوا لي رايكم. وبون ابيتي. باي.